اليوم ونتكلم مع جهاد حسين صاحب الشركة السياحية في الهند. تكلمنا عن نقطة التجار الهنود وثرواتهم والمناصب اللي مستلمينها في الخليج. لما قاعد يوريني صور افتتاح شركته كان موجود صاحب شركة لولو هايبر اللي أسواقها تنتشر في الخليج. قال هذا أحد التجار من منطقتنا. قام يعدد لي الفنادق اللي أصحابهم موجودين في الخليج، فقال لي صاحب الفندق الفلاني موجود في الكويت، والفندق الفلاني في دبي، والفندق الفلاني في السعودية. الصورة الذهنية المنتشرة عن الهندي دائما انه فقير، ما يفهم، مخ ماكو، جاهل. لكن خلنا اقول لكم بعض الاحصائيات. الهند تجمع تناقض عجيب، فيها اكثر من 60% من الامية، لكن بنفس الوقت تعتبر مصدرة للعلماء. وعدد الطلبة اللي يتخرجون من الجامعة سنويا في الهند 2 مليون، منهم 600 ألف مهندس. هذول شعب الحال. طبعا من الجانب العسكري الهند تعتبر 10 أقوى جيش في العالم وتمتلك قوة نووية، لكن خلوا هذا على صوب. راح نتكلم عن العلماء الهنود. في عام 1996 شخص هندي اسمه صابر عايش بأمريكا اخترع البريد الإلكتروني الهوت ميل، وبعد اختراعه بسنة واحدة باعه على مايكروسوفت ب$400 مليون. هذا الشكل الإلكتروني اسمه اليو اس بي اللي تشتغل عليه فلاشات والشواحن وغيره، مخترعه هندي. رئيس شركة جوجل هندي، و30% من موظفينها هنود. ورئيس مايكروسوفت هندي، و30% من موظفينها هنود. بعد تبون زيادة ولا كافي؟ رئيس ماستر كارد هندي، ونائب رئيس سيتي بنك هندي، ورئيس شركة ما أدري منو هندي. بعد هالمعلومات السريعة إذا شفت أحد لا تحتقره وتقول شايفني هندي، لأن الهنود هم مصدرين العلماء في العالم. المعلومة الأخيرة اللي ودي أختم فيها، الديانات في الهند يمكن تجاوزت 1000 ديانة، لكن عدد اللغات اللي موجودة في الهند 250 لغة. في لغة من اللغات المتعامل فيها بالهند يتكلمون فيها وما يكتبونها، فقط للتواصل اللفظي.